السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أخبار مصر الهامة والعاجلة اليوم الجمعة 27 من سبتمبر 2024 بأرباح وإليكم العناوين. بأرباح 7 مليارات جنيه، ارتفاع جميع المؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان الحكومة. تعرف على المكاسب الاقتصادية للتحول النقدي. تحويل الدعم العيني للنقدي يستهدف المنافسة بين منافذ السلع وطرح منتجات جيدة. رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملفات العمل. بينها مصر والأردن. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر ل 15 دولة. بنك ABC يطرح حساب توفير يوم بيوم بعائد يصل إلى 21.50%. وإليكم التفاصيل. بينها مصر والأردن. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر ل 15 دولة. أصدر جهاز الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا شديدا للإسرائيليين من السفر خلال الفترة الحالية حتى إشعار آخر إلى 15 دولة. وقالت وسائل إعلام عبرية إنه بحسب جمعية المساعدة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي هناك خطر شديد لأي إسرائيلي إذ فكر في السفر إلى شبه جزيرة سيناء، وهي مقصد سياحي شهير بين الإسرائيليين، إذ يقوم الكثير من الإسرائيليين بالسفر إلى هناك بالرغم من كل التحذيرات. وأكدت وسائل الإعلام العربية أن القائمة تتضمن 15 دولة، بينها مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية وإيران وتركيا، إذ تشكل زيارتها خطورة خاصة على الإسرائيليين. وقال موقع ICE الإخبارية الإسرائيلي أنه قبل إجازة أكتوبر وموسم السفر المتزايد أصدر مقر الأمن القومي NSH تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى الخارج. وركز التحذير على المخاطر المتزايدة الناجمة عن تبادل المعلومات على الشبكات الاجتماعية وزيادة التهديدات المسلحة، خاصة في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية لعملية السيوف الحديدية في قطاع غزة التي اندلعت يوم 7 من أكتوبر الماضي. ركز التحذير على المخاطر المتزايدة الناجمة عن تبادل المعلومات على الشبكات الاجتماعية وزيادة التهديدات المسلحة، خاصة في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية لعملية السيوف الحديدية في قطاع غزة التي اندلعت يوم 7 من أكتوبر الماضي. فيما حذرت جمعية المساعدة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي MAL من نشر أي مواطن إسرائيلي لأي معلومة تشير إلى أنه كان أو ما يزال يخدم في الجيش أو تشير إلى الانتماء إلى قوات الأمن الإسرائيلية خلال سفره للخارج. وأشار الموقع العبري إلى أن هناك هذا التحذير بيأتي على خلفية احتمال تعرض الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم لهجمات. ويشير قانون المساعدة العسكرية إلى عدد من الحوادث الخطيرة التي وقعت في العام الماضي، بما في ذلك مقتل 4 إسرائيليين في مصر والهجوم الإرهابي في داغستان وحوادث إطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية على أهداف إسرائيلية ويهودية في العديد من البلدان. زيادة المخاطر أدى إلى الحاجة إلى زيادة اليقظة من جانب المسافرين الإسرائيليين. ونتابع. تحويل الدعم العيني للنقد يستهدف المنافسة بين منافذ السلع وطرح منتجات جيدة. تستهدف الحكومة من فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وصول الدعم إلى مستحقين من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، حيث ينتج النظام الحالي حصول الفرد على سلع معينة ومن منافذ محددة، ومع تحويل الدعم ورفقا لمصادر حكومة يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته. كما من
المقرر أن تزداد عدد المنافذ السلعية دون الاقتصار على منافذ محددة، وبالتالي تزداد المنافسة بين المنافذ في طرح سلع ذات جودة عالية لصالح المواطن. جدير بالذكر أنه يستفيد حاليا ما يقرب من 71 مليون مواطن من منظومة ودعم الخبز على بطاقات التموين، كما يستفاد أيضا ما يقرب من 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعمة، ويتم الصرف من خلال منافذ محددة، وبالتالي تقل المنافسة بين هذه المنافذ لطرح سلع ذات جودة عالية. لذلك تستهدف الحكومة التوجه إلى الدعم النقدي لوصوله إلى مستحقيه، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفق احتياجاته. ونتابع: لماذا يجب إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي؟ يهدر مليارات الجنيهات في سلع عينية قد لا تصل لمستحقيها. قوائم الحاصلين على الدعم تحتاج تدخل فوري وتطبيق تجربة النقدي تنقذ الموازنة وتحقق مصلحة الأسر. هناك توافق واضح حول الدعم النقدي بوصفه الحل الأمثل لمعضلة شغلت طوائف المجتمع لسنوات طويلة، ويمكن أن تطبق التجربة على بعض المحافظات وتقوم بعملية تقييم لها لتعرف المشكلات والعيوب ونحاول حلها عند التوسع في تطبيق الدعم النقدي بمحافظات الجمهورية. ونتابع: الصحة العالمية إصابة 100,000 شخص بجدري القرود على مستوى العالم. قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إن تفشي جدري القرود العالمي الذي بدأ في عام 2022 كشف الإبلاغ عن أكثر من 100,000 حالة مؤكدة لمنظمة الصحة العالمية. وأضافت أن الانتشار السريع لسلالة كلود 1B الجديدة وخاصة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة واكتشافها مؤخرا في السويد وتايلاندا يؤكد على التهديد المتزايد، ما أدى هذا الموقف للمتصاعد إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي في 14 أغسطس 2024. وتعقد المنظمة ندوة عن تفشي مرض جدري القرود ضمن سلسلة من ندوات منظمة الصحة العالمية حول حالة طوارئ الصحة العالمية المثير للقلق الدولي. ونتابع: رياح وحرارة وشبورة الأرصاد تكشف حالة الطقس الجمعة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 27 سبتمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة. وقالت الأرصاد إنه يسود الجمعة طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلا في الصباح الباكر. وأضافت الهيئة أن طقس الجمعة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وأشارت إلى أن طقس الجمعة يشهد رياحا معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. ونتابع: المخرج مجدي أحمد علي يعلن وفاة شقيقه سبقني ومشي. أعلن المخرج مجدي أحمد علي وفاة شقيقه وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب مجدي علي: أخويا وابني وصحبي وابن أيامي سبقني ومشي، مع السلامة البخوك. ونشر المخرج الكبير صورة تجمعه بشقيقه ووالده في مرحلة الطفولة، وانهالت عليه التعليقات من نجوم وصناع الفن الذين عبروا عن الحزن والمواساة للمخرج الكبير في فقيده. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكده نكون قدمنا لكم أخبار مصر الهامة والعاجلة اليوم الجمعة 27 من سبتمبر 2024. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.